اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبيب قلبي وحشتوني، يا رب كلكم تكونوا بخير. غايبه عنكم بقالي يومين بقى، وحشتوني بجد والله، والواحد مفتقد الفيديوهات والتصوير والدنيا. يا رب دايما تكونوا بخير، اللهم امين. ربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين ايدينا، وخليكم لي وما تحرمش منكم ابدا. وتفضلوا معانا على العزومه الجامده دي، احلى عزومه لكم يا حبيب قلبي، ما تحرمش منكم ابدا. يا رب دايما يخليكم لي وما تحرمش منكم. تحطش بقى، ما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو الجميل، والاشتراك لو اول مره تشوفوا القناه بتاعتنا. وتعالوا بقى نحطوا لايك بجد بجد للفيديو بتاع النهارده الجميل ده، وان شاء الله باذن الله ينال اعجابكم. هنعمل مع بعض النهارده، هنعمل مع بعض ديك رمز قانون كده على قدنا. يعني ايه ديك رومي شامورد. مش هو بفراخ بيضه وفراخ شامورد، يبقى دي كرومي شامورد. ده فاكرين بقى الروميه اللي احنا كنا عاملينها على السطح معانا؟ هي دي بقى اللي دبحناها كده وهنعملها مع بعض. حطينا جبنا بقى الكبه بتاعتنا بقى كده عشان هنفرم بقى الحلويات بتاعتنا ديت. بصلايه كده محترمه، واحده تفاح، بتخلي معاكي التتبيله بتاعت الديك الرومي حلوه قوي قوي. قرنين كده من الفلفل، وحطينا كده كيس صلصة جاهز، وحطينا معانا روزماري وزعتر وفلفل اسود وبهارات فراخ ومعلقة من العسل. لسه معانا علبة زبادي، ومعانا نص ليمونة اهو هنسيبهم على جنب، او ليمونة كاملة على ما نفرم بقى الايه الحاجات بتاعتنا الجميلة دي. طبعا زي ما قلت لكم، انتوا كنتوا فاكرين بقى ان انا كنت مربيه عندي على السطح وكده، ما كانش في اللي هي سلمان ابني كان شبطان عشان ناس جيراننا كان عندهم الرومي وكده. بس هي جت اصلا النوعية بتاعتها مش اللي هي بتكبر، اللي هي بتشيل لحم وكده. بس حلوة جميلة. عايزة اقول لكم ان يعني اول مرة نعملها في البيت عندنا بجد، وان شاء الله باذن الله يعني مش اخر مرة، لان هي كانت ما شاء الله كانت جميلة وحلوة قوي. عملنا بقى التتبيلة زي ما انتم شايفين اهوت بقى، كل المكونات اللي قلت لكم عليها، وبعد كده عصرنا بقى الليمونة الكاملة ديت. هتدي معانا ريحة حلوة قوي 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 في المشويات، بجد الليمونة دي بتفرق بجد. وهنحط معانا المعلقتين من الزبادي الاول، بس هنعصر بقى ايه الخلطة بتاعتنا دي. عايزين الاول نعصرها كده، اي سوائل فيها ننزلها، علشان خاطر هناخد بقى التفل او الحاجات اللي احنا فرمونها دي الاول، وبعد كده ندعك بقى ايه ديك رومي الشامورد بتاعنا ده. اما بتقولي لما عملنا انت بتضحك علينا، وده ديك رومي ده؟ والله ده الفرخه البلد اكبر منه. قلت لها انا قلت لك ده ديك رومي شامورد. حد قال لك ان هو كان ديك رومي؟ فانا برضه حبايب قلبي انا مضحكتش عليهم، وكمان مش هضحك عليكم انتوا كمان. هنا بقى بعد ما عصرت كده البصل والتفاحة بتاعتنا الجميلة ديت، والفلفل والبهارات بتاعتنا، حطيت عليهم كده معلقتين كده من الزبادي، والزبادي هتطر معاكي الديك الرومي. طبعا بقى في المعدات اصلا الديك الرومي ده بيبقى ما شاء الله كبير، حجمه كبير فوق ال 15 كيلو، وفوق 17 و18 كيلو. طبعا بيبقوا بيعملوا له محلول النقع الاول، بس ده صغير مش محتاج يعني. بس انا قلت ايه، هعمله على طول كده، لانه هو حجمه صغير مش كبير زي ما انتم شايفين اهو. يعني هو ما يتعداش ال4 كيلو، هو ما يتعداش ال4 كيلو. نغزته كده زي ما انتم شايفين اهو بالسكينه. انا مفرغه الصدر بتاعه خالص من الجلد، علشان خاطر ايه، اعرف ادخل التتبيله جواه كويس قوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلى على الرسول كتير، واذكروا الله علشان يومكم يحلى وايامكم كلها ان شاء الله تتملى بركه. هنا بقى بدعك الديك الرومي كده زي ما انتم شايفين اهوت بالتفل، اللي هو البصل بقى والتفاح والحاجات والبهارات الجميله دي. الزعتر هيخليه معاكي حلو قوي، والروزماري برضه هيخليه معاكي احلى واحلى. طبعا يعني ايه، انا زي ما قلت لكم انا والله اول مره اعمله الامانه، عشان ما ابقاش كذابه يعني ما عملتوش خالص خالص خالص. فطبعا يعني الواحد دور على تتبيلات كتير، ويعني ايه حاطط برضو التكات بتاعته. يعني الزبادي ده ما شاء الله هتطري معاك، وهتخليها طعمها حلو قوي قوي. والليمونه هتشيل معاك اي زفره. طبعا انت هنشويه في الفرن، مش هنعمله ايه مسلوق ولا حاجه، هتخليه معاكي حلو قوي قوي برضو. هنا بقى دي الميه بتاعتنا. بعد كده نحط فيها بقى بقيه علبه الزبادي. صدقين هتديها لون جميل قوي قوي، وهتدي لها طعم حلو قوي 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 كمان. طبعا انا هحط عليه حته سمنه او حته زبده، بس ده انا بتبله على بيات. تاني يوم بقى هبقى اعمل كده. طبعا كملوا معايا الفيديو ان شاء الله باذن الله ينال اعجابكم، في حاجات حلوه قوي هنعمل حلو مع بعض برضو. جميل وزي الفل. طبعا بقى هنا الميه بتاعتنا تقلت من بقيه علبه الزبادي اللي احنا حطيناها. زي ما قلت لكم التتبيله تتغول بقى في كل الديك الرومي الشامورد. ما ننساش. وايه وهتبقى حلوه معاكي قوي قوي بجد. انا كنت متبلاه على بيات علشان انا هشوف في قلب الفرن، وعايزاه ياخد بقى تتبيله وطعم حلو كده.
اللهم بارك بجد، كانت ريحته حلوه قوي 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 ما شاء الله زي العسل. هشيله بقى في التلاجة تحت الرف كده، اللي هو بتاع الفريزر، عشان يبقى حلو معايا. وتاني يوم بقى هطلع معاكم زي ما انتم شايفين. هنا بقى ده كان تاني يوم. دي الرقبيه بتاعته طبعا يعني مش هنفرط فيها. قطعت بقى فلفل اخضر وبصل حلقات كده، واحطه بقى تحت الديك الرومي علشان خاطر يديله طعم حلو معانا. هو التتبيله بتاعته بجد كانت حلوه قوي قوي قوي، كانت جميله، ومتمنيه ان شاء الله انتوا تجربوها وتقولوا رايكم في الكومنتات. وطبعا ما تنسوش بقى الدعوات الحلوه بتاعكم يا حبايب قلبي، ربنا يا رب يسعدكم يا رب، اللهم امين، وكبر بخاطركم. انا بقى دي خله اللي هي بتاع الشيش طاووق، كنت جايباها كده علشان خاطر اضم الجناح بتاع الديك كده معانا، علشان خاطر يبقى ضمن في بعضه كده، يبقى يعني يدي شكل حلو. معانا هنا معلقه سمنه بلدي كده، حطيتها على الوش، ما كانش عندي زبده بصراحه. حطيتها على الوش كده زي ما انتم شايفين اهوت. تدي بقى لون حلو معانا، وتديله حمار كده حلو. هجيب بقى ورقه من الزبده وورقه من الفويل، علشان خاطر هياخد وقت كبير في الفرن. طبعا يعني هو حجمه 4 كيلو، مش ان هو هيستوي يعني في نص ساعه ولا في ساعه. لا، وبعدين هو في العمر كبير مش صغير، يعني هو عندنا بقاله اكتر من سنه ونص. فطبعا هياخد وقت معانا كمان من الحجم، وهياخد وقت كمان. فانا لفت بورق زبده، وبعد كده حطيت ورق فول عشان يتكمر كمره حلوه كده، عشان يستوي معايا وابقى ضامن السوا بتاعه، وبرده ما ياخدش وقت اكبر يعني. مش زي ما يكون منه، انا كنت نفسي احطه في كيس حراري، بس منه هو حجمه كبير شويه على كيس الحراره، ما فيش يعني كيس حراري كبير قوي كده. اللي موجود عندي وسط مش هياخده، لو حطيت جوه كيس ما كانش هينفع. فقلت اما الفه كده بورقه زبده وورقه فويل عشان يبقى حلو معانا. حطيته بقى كده مش على مش على الرف تحت، حطيته فوق حطيت الرف فوق كده، وقمت حطاه الاول عشان ما الصينيه ما تتلدعش معايا بسرعه، وياخد سوا معايا مظبوط. تعالوا بقى ما نعمل الحلو بتاعنا. كان عندي لفه جلاش متهالكه خلاص، كانت يعتبر منتهيه الصلاحيه، مش عشان حاجه، لا، من كتر ما اتحطت في الفريزر الفروت. قلت لها لا، هعملك حلو يعني هعملك حلو. فقلت ما اعمل الكريمه كده معاكم. حطيت بقى كوبايتين من اللبن، معلقتين من السكر، معلقتين من النشا، رشه كده من الفانيليا. وكانش عندي كريم شانتيه بصراحه، الكريم شانتيه بيفرق جدا جدا وبخلي الطعم معاكي حلو، بس ما كانش متوفر بصراحه. قلت هنمشي نفسنا وهنعملها وهتبقى زي الفل. هي كده كده هنضحك عليهم النهارده بحلو يعني حلو حلو يا حبايب قلبي. والله العظيم انتوا اللي حلوين، ربنا يا رب يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا. حتى طبعا على النار كده، انا مقلباها على البارد، وطبعا ايدي فيها طول ما هي على النار. جبت طاسه كمان كده واحط فيها شويه سمنه حلوين، علشان خاطر نفرد بقى الجلاش بتاعنا في الصينيه ونوريه بالسمنه. هنا كنت شاريه ب20 جنيه سمنه بصراحه، سايبه كانت في الكيس سايبه فضيها حلوه. بس يعني بفضل بصراحه العلب، يعني انا جربت دي وجبت علبه اليومين دول لسه جايباها جديده يعني. بصراحة لما شميت ريحة العلبة وشميت ريحة السايب، العلبة احسن من السايب اللي هي كلوات دي، حلوة جميلة. ان شاء الله اعمل معاكم منها ان شاء الله، وهقول لكم بقى ايه اللي هي روابط القشطة دي. انا جبتها من الوكالة عندنا في طلخة ب55 جنيه، حوالي 700 جرام. ريحتها حلوة مش وحشة، هنجربها مع بعض برضو. انا بقى الكريمة بتاعتنا كانت قربت تجمد زي ما انتم شايفين. المهم ايدي فيها علشان ما تكلكعش مننا، وتبقى حلوه قوي قوي معانا. وحطيت بقى السمنه على العين التانية كده في الطاسه، علشان خاطر نورق الجلاش معانا. صلى على الرسول، قلت له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بفكرك اهو بفكر نفسي، يا رب كده يومنا جميل وايامنا كلها في سعاده وهنا وراحه بال يا رب العالمين. هنا بقى جبت الكريمه بتاعتنا ما شاء الله اللهم بارك، القوام بتاعها حلو قوي. طبعا كوبايه اللبن ما بتاخد كوبايه من النشا، عشان ما تحيريش نفسك لو انت لسه اول مره تعمليها. اخواتي الصغيرين بقى الشطورين ان شاء الله، اللي مع الوقت باذن الله يكونوا احلى واحلى واحلى. وكل حاجه زي ما قلت لكم في الاول كده، على ما بتتعودي بتبقى صعبه، بس والله كل حاجه سهله وبسيطه في المطبخ. هنا بقى معانا لفه الجلاش زي ما قلت لكم، يعني الله يكون في عونها بجد، من حطيتها في الفريزر كل شويه. هنا بقى جبت الصينيه بتاعتنا، كنت جايبه صينيه كبيره لان دول كان حوالي اكتر من نص كيلو جلاش. انا عايزاه ما يبقاش تخين، عايزاه يبقى السمك بتاعه حلو كده معايا، ما يبقاش تخين قوي. لان حاسه لما بكون الجلاش ما بكون تخين كده بيبقى معجن، ما بيبقاش حلو، عشان انتوا عارفين طبعا هو معمول من الدقيق، فما بقاش ما بظبطش لما يكون رقته تخينه كده. فحاولي وانت بتعملي ان هو يكون معاكي الرق بتاعه صغير مش كبير. هنا بقى حطيتها كده وبسيسها بصراحة، والله العظيم بسيسها يعني علشان خاطر تطلع معايا في الاخر شكلها حلو وتطلع حلو. هي ورقة جنب ورقة كده، والدنيا هتمشي زي الفل. حطيت نص بقى الكمية من الجلاش، وهحط الكريمة بتاعتي اهيت.
ما شاء الله سبتها تبرد عشان برضو ما تعجنش معانا الجلاش. وشايفه ما شاء الله قوامها حلو قوي قوي. معلقه الكريم شانتيه بتفرق وبتخليها طعمها حلو كده، اكنك حاطه فيها قشطه. بس للاسف مش متوفر، الواحد عايز يجيب شويه حاجات اليومين دول، يعني ربنا ييسر الحال كده، اللهم امين لك لنا ولكم والمسلمين اجمعين. ويا رب يفرجها علينا جميعا يا رب. هنا بقى حطيت الكريمه وهفردها كده. حاولي برضو ما يعني ما تملاش الجوانب معاك علشان خاطر بتتحرق منك وبتطلع ريحه مش مستحبه يعني. فردت كده بقى الكريمه، واحط بقى كان عندي زبيب احط شويه كده، كنت مطلعه اصلا عشان هعمل رز بسمتي، فكان قدامي كده انا ما كنتش احط، فلقيته قدامي قلت اما احط واحدتين كده يخلوا طعمه حلو معانا اهو. يعني مش مكتره برضو، يعني ما شاء الله الصينيه كبيره مش صغيره ومش مكتره. احط بقى النص التاني من الجلاش، وزي ما قلت لكم كنت بسايسه يعني. وقبل ما ادهن اخر طبقه من الزيت، او بقول الزيت، لا لا الا الله مش همسحها يا حبايب قلبي، من السمنه. نقطع كده الجلاش بتاعنا علشان خاطر نعرف نقطعه وما يتزحلقش مننا كده، وتبقى القطعه بتاعتنا مظبوطه ومتساويه. ايه رايكم النهارده في النظام ده؟ نظام مية مية. انا بقى قطعتها كده بقى طول وعرض كده زي ما انتم شايفين اهوت، وبرده مش مكبره القطع قوي بحيث ان هو ياكل قطعه، اللي ياخد قطعه ياكلها كلها. انا بقى كان اخر حبه سمنه معايا بقى هندهنهم كده على الوش. وطبعا بقى الفرن معانا في الديك الرومي الشامورد. ما تنسوش معانا عشان انا ما بضحكش عليكم اهو. في الفرن قلت اما استغل برضو الفرن كده، لفه الجلاش كانت الله هيبقى انا هنترحم عليها، فقلت لا نلحقها كده معانا بسرعه. هنا بقى جبت معايا غسلت الطاسه وجبتها معايا تاني، واحط فيها كده معلقه من السمنه. وهنعمل بقى هنعمل الكبده. كان عندي آه، حبة كده من الكبد الفراخ، قلت هحمرها كده واعملها لوحدها ببصلايه كده بقرن فلفل حر، تديها طعم كده، تيجي تاكل الرز البسمتي بقى والكبده تلاقيها حته حاره كده حته في حته تانية. جبت بصلايه كده وعملتها على ايدي، وبصراحه الواحد يعني في ثانيه بكون عاملها يعني، غير ما يكون مجهزها كده في الطبق معاكم. هنا بقى بقول لكم عشان هعمل بقى الكبده اللي هي اللي بتاع الفراخ، مش هعملها في الرز البسمتي عشان ما تتهريش مني، لا انا هعملها على جنب كده في طاسه، وما بقى اعمل رز البسمتي ابقى احطها بقى على الوش. ايه رايكم بقى في المزاج ده؟ او ممكن تحطيها وبعد ما ميته تنشف او الشوربه بتاعته تنشف، انما تعملي كده من الاول وتحطي على الرز البسمتي مش هتبقى حلوه معاكي، هتحس ان هي هتبقى زفره ومع ذلك برضو هتاخد سوا كتير، وهتلاقيها عجنت منك او مش حلوة كده يعني، مش هتبقى حلوة معاكي. فالأحسن تعمليها كده على جنب الأول. حمرت البصلاية بتاعتنا، وانا بحب احمر البصلة للكبدة علشان خاطر ما تبقاش بيضة كده، واحس ان هي بتبقى نية معانا يعني. حطيت عليها قرنين كده من الفلفل الاخضر، ومحطتش طماطم ولا اي حاجة. فصين كده من التوم وقطعتهم شرايح يدولها ريحة حلوة اوي للكبدة معانا. حط بقى بهارات كمون وكزبرة ورشة صغيرة من الفلفل الاسود وحبة ملح، مفيش اكتر من كده. وهغطي عليها وهتبقى حلوة قوي قوي معايا. زي ما قلت لكم يعني جربوها، لو بتحطها في الرز جربوها كده وهتلاقيها احلى وهتعجبكم كده عما تكون في الرز. حطيت بقى البهارات بتاعتي كده زي ما انتم شايفين اهوت، وهتبقى حلوه قوي قوي معاكم. صينيه الجلاش كنت حطيتها بقى في الفرن وطلعت معايا ما شاء الله اللهم بارك. ما حدش يصدق ان هي كانت الجلاشه المتهالكه بجد. كان عندي هنا كوبايتين كده من العسل كنت حطاهم في التلاجة. طبعا العسل معانا بيبقى جامد بس مش جامد قوي يعني، او بيبقى تقيل علشان خاطر الجلاش بتاعنا ما يعجنش، ما يبقاش ساقع عشان ما يعجنش ويكون بارد برضه. هتعملي الشربات بقى لو هتعمليه انت، هتحطي كوبايتين من السكر عليهم كوبايه ونص من الميه، شريحتين كده من الليمون، رشه فانيليا بعد ما يغلي معاكي. اول ما يغلي على طول تهدي النار شويه 10 دقايق وتطلعيه معاكي وهيبقى زي الفل. هنا بقى قطعت عدت تاني على الجلاش كده علشان خاطر اطلع معاكم حتتين كده واوريهم لكم. ما شاء الله اللهم بارك زي ما قلت لكم يعني المقدار الكريمه حلو عليه قوي. هو مش تخين علشان يبقى معجن معانا، ولونه حلو برضو من تحت. اتفضلوا معايا بألف هنا وشوفوا حبيب قلبي بجد، لو ما شاركوش الارض والله هتشيلكوا راس، يا ربنا يخليكم ليا يا رب اللهم امين. واكبر بخاطركم كده يعني انا بشتغل بايديا، انتوا عارفين ان انا بحب اعمل كل حاجه بايدي. طبعا احنا ناكل الاكل ده، وطبعا النظافه اهم حاجه. انا بقى كنت بقطع حته كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله اللهم بارك، وكنت بدوقها حلوه قوي. اتفضلوا معايا الف هنا وشوفوا حبايب قلبي لكل اللي كل من الاكل، وبجد بجد كان ما شاء الله كان يوم مميز وكان اكل جميل كله اللهم بارك.
هنا بقى امي قالت لي تعالي بقى اما نعمل شويه الرز. بصراحه على شويه رز يا رب كده ما نتحرمش منها ابدا. كانت قطعه كده بصلتين معانا في حبه سمنه على زيت وحمرتهم معانا زي ما انتم شايفين. هتحط معانا بقى اللومي مش عارفه اللي هو منها كانت بتجيبه. وحطت هنا دي بهارات كبسه كده بنبقى جايبينها من عند العطار، بتبقى حلوه قوي قوي، بتدي معانا لون حلو للرز. طبعا زي ما انتوا عارفين ان احنا بنحط عسل اسود كده على احنا عملناه مع بعض في من كام يوم كده في فيديو اللي هو الكفته، وكنا حاطين عسل اسود وجربيه مش هيسكر معاك الرز، هيبقى حلو قوي قوي وهيديله لون حلو. طبعا الرز البسمتي ده ما شاء الله بجد نوعيته حلوه، احنا بنجيبه من عندنا من البلد. بصراحه مش عارفه يعني هو وصل لكام دلوقتي، بس انا ببقى ادي لابني 50 جنيه واقول له روح هات بيها مثلا رز بسمتي وكده. طبعا يعني هو الرز ده ما بنجيبوش على طول، بيبقى يعني اليوم اللي هو هنرفه عن نفسنا فيه ويبقى يوم دلع كده. حطينا شويه من بهارات الفراخ، وهنا معانا بقى حبه زبوب محترمين كده. قلت لك يلا دلع كرشك ودلع نفسك. طبعا كان عندنا هنا الشوربه في الفريزر، طلعناها كده وفكناها. بجد بيفرق قوي قوي لما بتعملوه بشوربه، بجد بيبقى حلو معانا. هسيبه بقى يغلي، وتعالوا بينا بقى اما نشوف الديك الرومي بتاعنا وصل لحد فين. ما شاء الله اللهم بارك، كان ريحته قلب الدنيا بجد والله العظيم، كانت ريحته قوي قوي قوي. هو استوى كده معانا يعني بصوا خد حقه في السوا. رفعته كده بقى وشلت الغطا من عليه واديته بقى لونه حلو تحت الشوايه. شايفين ما شاء الله رز معانا طالع اللهم بارك زي العسل. شويه رز بجد احلى من اي حاجه. حطيناهم بقى كده، وحطينا بقى الفرخه بتاعتنا الديك الرومي بتاعنا الجميل ده. وبعد كده بقى لبسناه. خالي بيقول لي انت ملبساه ايه يا قلب خالك؟ قلت له يا خاله ملبساه ديكوريشن يا خالي، يعني يدي شكل جمالي كده. حطينا بقى الكبده بتاعتنا كده على الوش زي ما انتم شايفين. ويا رب الفيديو دايما يكون عند حسن ظنكم يا حبايب قلبي، وبقدم لكم كل حاجه بتليق بيكم. ربنا يا رب يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا، ويكبر بخاطركم اللهم امين، ويسعدكم في الدارين الدنيا والاخره يا رب اللهم امين. متنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو الجميل والتشجيع منكم ان شاء الله عشان نكمل معاكم. ربنا يا رب يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا، واشوفكم على خير واسيبكم على خير، واقول لكم في رعايه